السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا احسن متابعين في الدنيا. هنعمل النهارده طبق عدس كده سخن وجميل ويدفي، وطبق سلطه مشكله. طبعا الطبق السلطه مشكله ده يفتح نفسك على اي اكل، متستغنيش عنه جنب اي حاجه. هنقول كده بسم الله ونشوف هنعمل ايه. جبت حله كده حطيتها على النار، طبعا الفيديو ما فيهوش اي حاجه وسهل وبسيط، والوصفه اصلا سهله جدا. جزرتين، بصلتين، طماطمايه، نص راس توم، وثلاث ورقات لورا، بيدوا طعم للشوربه حلو جدا ونفس حلو. تمام. هنزل بالميه السخنه كده على طول علشان ما يغيبش معايا وتقعد تسخن. وكنت هنا غاسله العدس وكنت نقعاه شويه، صفيته ونزلت بيه حسب الكميه اللي عندك. لو عندك ربع كيلو ممكن هتستخدمي مقدار مثلا لتر ونص او لتر وربع من الميه. ليه؟ عشان انت كمان لسه هتحطي الجزر وتحطي الطماطم والبصل، الكلام ده كله بيشرب ميه. تمام. لو نص كيلو طبعا هتضاعفي الكميه. تمام، على حسب برضو الحله اللي انت بتعملي فيها. طبعا الطماطم والكلام ده كله بيديها تست حلو قوي وطعم حلو. انا ما بحبش احط فيه خالص بطاطس، في ناس بتحط بطاطس بس انا ما بحبش احط في العدس نهائي بطاطس. تمام. هيغلي غلوتين كده وهنزل بقى عليه بالبهارات، هنزل بالملح وهنزل بالكمون. مثلا عايزه تحطي بهارات مشكله مش مشكله عادي، بيديها برضو نفس حلو، مش عايزه براحتك. هو اهم حاجه اصلا في العدس الكمون والملح ورشه صغيره من الفلفل الاسود ومكعب المرقه. تمام. ولا اكتر ولا اقل. وطبعا ما تنسيش ان ورق اللورا بيديله برضو طعم حلو من ضمن البهارات، والبهارات المنكهه اللي بتخلي الحاجه ما شاء الله ريحه وطعم. وطبعا مش هستغنى عن المعلقه، معلقه الكركم، قصدي الكاري. بتبقى في العدس جميله جدا، بس اهم حاجه هشيل الريم كده. الريم ده مش حاجه وحشه ولا حاجه، الريم ده بيطلع من اي بقوليات انت بتسلقيها، اي نوع بقوليات هتسلقيها تلاقي الريم ده بيطلع. معلقه كاري كده وتحطيها، بتدي برضو طعم حلو وبتخلي لك اللون معزز، لون الصفار المعروف بتاع العدس. هنا خلاص كان السلق ومية مية، وخلاص الشوربة هي تقلت. بس طبعا احنا عايزين طبعا نتخلص من الجزر والبصل والطماطم دي قطع، فهنضربها يا اما بقى في الخلاط. بس اهم حاجة طبعا شيلي ورق اللورا الاول عشان ما يمررش معاكي، وبعد كده تضربيها في الخلاط او بالهاند بلندر او بكب اي حاجة عندك يعني. تمام. انا ضربتها ورجعت تاني في الحله بيها. تمام. كده يبقى خلاص احنا خلصنا العدس. حابه بقى تعملي له طشه توم، تعملي له شعريه، تعملي له طشه بصل، براحتك انتي. في كل بلد بيعمل لها حاجه معينه. تمام. انا طبعا هنعمله بالشعريه، هنا كان تقيل شويه فانا كنت عايزه بقى ايه اخففه كمان حبه، فهسخن ميه في الكتل وهنزل عليه عادي جدا. لو انت لقيتي سمكه تقيل هتخففيه، مش هيحصل حاجه. ولو انت لقيتيه خفيف اصلا يعني خف منك، انت عادي سيبيه يغلي غلوتين، بينشي كده يعني بيخلي النشا اللي فيه بيطلع منه وبيتقل لوحده. واوريدي اصلا انت لما بتغرفيه وتسيبيه يبرد شويه بيتقل برضو تاني. هنا بقى حبه الشعريه هحط عليها مكعب من السمنه البلدي كده يديني طعم كويس للعدس. انا طبعا ولا حطيت في الاول زيت ولا حطيت اي حاجه، استغنيت عن الكلام ده كله. هو مكعب الزبده كده، السمنه اللي هحطه مع الشعريه حمر بيها الشعريه، هيديني احلى ريحه واحلى طعم. تمام. انا برضه ما حبيتش، لو خدتي بالك ما حبيتش اكتر الشعريه، انا حطيت حاجه صغيره جدا، بالظبط بالظبط مقدار ربع كوبايه صغيره. تمام. اتحمرت بقى وخدت اللون الحلو الذهبي ده، هنزل عليها في العدس بعد ما كان غالي كده وبقى كويس جدا. بص بقى الطشه مش عايزه اقولك حاجه كده جنان. طبعا كلنا بنحب جدا طبق العدس ده في الشتاء، انا من الناس اللي بطلبه بالطلب بالذات في الشتاء. هقولك في الصيف الصراحه ما باكلوش خالص، لكن في الشتاء كده مفيش غنى عنه بصراحه، جنب حبه بصل بخل وليمون وجنب طماطم كده وخيار او بصل اخضر، وعيشي بقى حياتك. وكمان بقى يا ستي لو عندك بقى عيش ناشف كده المفقع ده، مش عايزه اقولك. او كده خلاص سبته بقى يغلي كده مع نفسه لحد ما تقل وبقى بالمنظر ده. طبعا انا لو كنت سبته بسمكه الاولاني او بتقله قبل ما ازود له الميه كان هيبقى تقيل قوي كده بقى دلوقتي. فانا بحبه اللي هو شوربه، ما بحبوش يبقى تقيل عشان لسه لما يبرد هيتقل معاكي. ويا رب يكون الفيديو عجبك والوصفه بسيطه وعجبتك. ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو، لو مش مشتركه في القناه اشتركي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.